السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي مسلسل السلطان محمد الفاتح. بعد أن شاهدنا حلقة أولى في الموسم الثاني باهتة، أتت الحلقة الثانية وهي الحلقة 17 مغايرة تماما للحلقة الأولى، حيث رأينا في الحلقة 17 كثير من الأحداث ورأينا إثارة وتشويق. دعونا في هذا الفيديو نحاول أن نقرب الصورة أكثر بالنسبة لأحداث الحلقة 17، وأيضا توقعاتنا لأحداث الحلقة القادمة 18، ومقارنة بالإعلان الذي ظهر الحلقة القادمة 18. لكن رأيت في الإعلان، وهذا هو رأي شخصي، أنه غامض جدا ولم يأتي بجديد بشأن الأحداث التي حدثت في نهاية الحلقة السابقة 17، حيث لم يظهر أي من الأحداث في نهاية تلك الحلقة. دعونا هنا نحاول أن نقرب الصورة أكثر ونحلل صور الإعلان وكذلك توقعاتنا لنهاية الأحداث حسب ما شاهدنا في الحلقة السابقة 17. فهيا بنا نبدأ. شاهدنا في نهاية الحلقة 17 أن الإمبراطور قسطنطين بعد التحالف الذي قام به مع قبيلة قرمان وكذلك مع الصرب ومع عدة أطراف أخرى من أجل القضاء على الدولة العثمانية وحشر السلطان محمد في الزاوية، رأينا كيف استطاع السلطان محمد بخبرته وحنكته وبتعاون المخلصين معه من حشر قسطنطين الإمبراطور البيزنطي في الزاوية هو ومن معه. ولكي لا نطيل في هذا الفيديو لن أذكركم بما شاهدنا في نهاية الحلقة 17، ولكن توقعاتنا للأحداث التي ستجري في الحلقة 18 بعيدا عن الإعلان الذي ظهر هو أن السلطان محمد سينتصر انتصار كبير بعد أن يستطيع الانتقام من السيد إبراهيم، وسينتقم أيضا من فرانكوفيتش ملك الصرب، وأيضا سينتقم من الإمبراطور قسطنطين. وقد رأينا كيف استطاع المحاربون تفجير مخزن البضائع والذخائر في القسطنطينية. لقد كان الهدف يا أصدقائي من التحالف الذي أقيم من قبل الإمبراطور قسطنطين وحشر السلطان محمد في الزاوية وإرباكه ومنعه من الاستعداد والتجهيز لحصار القسطنطينية والفتح. وقد فشل هذا التحالف بعد التحرك الذي قام به السلطان محمد مع محاربيه وكذلك مع محاربيه وقادته ووزرائه وكل المخلصين معه. في الحلقة القادمة يا أصدقائي نتوقع أن يواجه السلطان محمد بعض المشاكل والعراقيل، وربما نرى خليل باشا جندرلي يكون إحدى تلك العراقيل، حيث أنه سيتحرك خارج إطار أوامر السلطان محمد بحثا عن الانتقام، وبذلك تكون هذه إحدى العراقيل التي تواجه خطط وتخطيط السلطان محمد. أيضا في الحلقة القادمة أصدقائي ربما نشاهد مارا خاتون تحكم سيطرتها وقبضتها على الحكم والسيطرة على تحركات أبيها إن لم يكون هنالك أحداث أخرى تجعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لأبيها. وكما رأينا مارا خاتون ستكون من أخلص الناس للسلطان محمد وللدولة العثمانية. أما بشأن السيد إبراهيم فبعد أن قام إفرانوس أو علي ابن إفرانوس بأسر وزيره خسرو، فأعتقد أنه سيخضع وسيطيع وكذلك سيخرج من التحالف الذي عقده مع قسطنطين الإمبراطور البيزنطي. وأما بشأن الشخصية الجديدة التي انضمت إلى المسلسل ورأيناها في الإعلان فهو جيوفاني جستونياني، هو قائد أو قبطان جنوي قاد 700 مقاتل من أجل الدفاع عن القسطنطينية بعد أو عندما بدأ السلطان محمد الفاتح بحصار القسطنطينية. عموما يا أصدقائي كان هذا هو ما لدينا في فيديو اليوم، وبانتظار الإعلان الثاني للحلقة القادمة 18 والذي سننتظره بفارغ الصبر، حيث أننا ننتظر أن تظهر فيه الأحداث التي ننتظر أن تتكشف حقائقها حسب ما شاهدنا في نهاية الحلقة السابقة 17. إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الفيديو، ألتقيكم على خير في تحليل الإعلان الثاني. إلى ذلك الملتقى دمتم في خير وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.